بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله هنقدم فيها كده ونعمل فيها مع بعض الزبادي في البيت. هقولك ازاي نعمل الزبادي مع بعض بمكونات سهلة خالص، وايه سر القوام الكريمي بتاع الزبادي في البيت كده، وان هو يكون متماسك بمكون اساسي مش هنستغنى عنه في وصفتنا النهاردة ان شاء الله. الزبادي في البيت من اسهل الطرق. تعالى اقولك هنعملها مع بعض ازاي. وده شكله خلاص بعد ما هندخله التلاجة مع بعض. يلا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. بس في الاول كده يلا اعملي لي لايك وشير واشتركي معايا في القناة لو انتي لسه ما اشتركتيش. اول حاجة هجيب عندي طبق كده يكون كبير، وهحط فيه حوالي 4 معالق من اللبن البودرة، او بما يعادل معلقتين كبار من اللبن البودرة. وده مكون اساسي مش هنستغنى عنه في الوصفة، لان ده اللي هيديك التماسك والقوام الكريمي للزبادي. عليه معلقتين من الزبادي اللي هي الزبادي اللي بنشتريها من المحلات عادي خالص، او بما يعادل اللي هي علبة كده اللي هما معلقتين. وعليهم معلقة من صغيرة من السكر علشان تفعل معايا الخميرة اللي موجودة في الزبادي، ودي مش بتسكر الوصفة ولا حاجة. ونقلبهم كلهم كده كويس مع بعض. ويفضل طبعا ان الزبادي تكون في درجة حرارة الغرفة عشان برضو تديكي نتيجة كويسة. ونقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما احصل على قوام كريمي كده. هنا بقى عندي اللبن يكون لبن حليب غليناه وسيبناه لحد ما يبرد تماما، بحيث ان هو يكون زي ما بيقولوا كده زي دمعة العين. درجة حرارته ان انتي تستحمليها بايدك. وهصب على الخليط اللي احنا عملناه ده تقريبا كوباية من اللبن. اهم حاجة درجة حرارة اللبن تكون مظبوطة، ده يطلع برضو معاكي الزبادي قوامه يكون كريمي ومتماسك. ونقلبهم مع بعض كده. اهم حاجة في الوصفة بتاعتي دي ان يكون اللبن بتاعي درجة حرارته مظبوطة، ويكون لبن حليب مش لبن من الشركات. ونقلبهم كلهم كده مع بعض لحد ما يندمج كلهم. وهاخد بقى الخليط ده واضيفه على اللبن اللي درجة حرارته تكون زي دمعة العين. بعد ما غليته وسبته لحد ما يبرد تماما. ممكن يكون قدامك بيطلع بخار كده، بس ده عشان الجو برد، لكن هو درجة حرارته مظبوطة بدليل ان انا مسكت بايدي كده من بره مستحملة درجة الحرارة. وعملت له كمان اختبار بايدي كده درجة حرارته مظبوطة. عندي هنا بقى البولات اللي هحط فيها تكون من فخار ازاز، اي حاجة حطيها في حاجة كده تدخل معاكي الفرن. والمية بقى اللي هنضيفها هنا تكون مية مغلية، درجة حرارتها مثلا يعني تكون سخنة جامد مش تكونش باردة، وخصوصا لو احنا في الشتاء. ودي برضو من عوامل نجاح الزبادي. البولات عندي ما فيهاش اي حاجة، نضيفها كده في المية دي. والفرن عندي اكون مولعاه عشان عايزاه يسخن معايا. هنا انا هضيف معلقة كده من الخل ملهاش علاقة بالوصفة دي عشان ما استوتش معاكي الالومنيا اللي انا حاطة فيها البولات دي. وبعد كده بقى الخليط بتاعي واحنا بنصبه اصب شوية في كل بولة وبعد كده اعيد عليهم تاني علشان الخليط لو في حاجة من تحت تاخد من الطعم كله، ويبقى القوام كله واحد، مش تلاقي بولة فيها قوام مظبوط وبولة لا. اوزع النص وبعد كده ارجع اعيد عليهم تاني. ودي برضو تريكة مهمة جدا في توزيعي. لما زي ما انا عملت كده ارجع احط لكل واحد تقريبا زي معلقة كده، وغطيها دي برضو بورق استريتش او بكيس بلاستيك او باي حاجة. دي من اهم عوامل برضو نجاح الزبادي ان انا لازم اغطيها. وفي تقريبا دلوقتي البلاد بتاعة الزبادي اللي بتتباع فيها بتكون ليها غطا، وماكينة الزبادي برضو بيكون فيها غطا. فاحنا هنستبدل الغطا ده بان احنا نغطيها بورق استريتش او بكيس بلاستيك. والفرن عندي يكون سخن. هدخلها الفرن على درجة حرارة، مش طفيت الفرن مش على درجة حرارة، المهم ان انا يكون الفرن عندي دافي، لا هو سخن جامد ولا هو بارد، علشان الزبادي تطلع معاكي قوامها يكون كريمي ومتماسك. وممكن ان انا اغطيها بدفاية واسيبها في مكان دافي. لو انت عندك مكان دافي دفاية مثلا تحطيها عليها، وادخلها في المكان الدافي ده لمدة 3 ساعات. وكده حبايبي هي خلاص طلعت بعد ال3 ساعات، ولسه ما دخلتش كمان معايا التلاجة. قوام كريمي وطعمها حلو واحلى وانضف ما تشتريها من بره. جربي طريقتي في عمل الزبادي ان شاء الله تطلع معاكي مظبوطة. وبكده حبايبي تكون وصفتنا خلصت النهارده. اتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لك معلومة مفيدة وسهلة وبسيطة. ما تنسيش بقى تعملي لي لايك وشير
وتشتركي معايا في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش. يلا مع السلامة.